يعني اليوم بتاع طبعا يالا لا بتاع طبعا يالا اللي بيعملهم خلاص ماليش دعوه. اعمل لا احترمك بعض مرة. مليون. انا مش هحترمك تاني يا كريم، انا احترمتك مره. لما تطلع مع ناس مش مهزأة زي اللي بيتاخد ده هبقى اجي معاك. السلام عليكم. شكرا يا ابن العبيطه. يلا ما ينفعش. مش اللي يترد عليها، مش تي ما استنطفش رد عليها، ما اشتمش حد. مش وربنا يعمل لها محضر معاهم، ورب اللي عامل لك محضر، موتوا. بتقول لي اعمل حواجبي؟ ايوه لا انت لو عندك حد بيعمل حواجب انا ما بعملهاش. كريم بصراحه احنا نخلي الجست ده، احنا نخلي لك الجست ده. ام جاسر غلطت المره دي، ام جاسر غلطت المره دي، خلاص ام جاسر غلطت المره بصي بصي يا كريم ام جاسر هيصور. المره دي هي اللي غلطت. ارحب يا مهند. لا ام جاسر غلطت المره دي، قالت له تعمل حواجبك. كريم ممكن اطلب منك طلب؟ ارجع كده على الكرسي. انا مخنوق. انا لا ارجع على الكرسي. الله، ارجع على الكرسي. غمض المره دي ام جاسر هي اللي غلطت. خلاص يا كريم. هي قالت له روح اعمل حواجبك، والفرق بينه وبين يعني هو راجل وجوزها راجل. انا تعبت. ام جاسر هي اللي غلطت المره دي. انا هقول كلمه الحق، ام جاسر هي اللي غلطت. قالت له انا عامله حواجبي عقبال ما تعملها. راح قال لها لا جوزك اللي يعملها. هو ما غلطش، يعني هو راجل وجوزها راجل، هم دي الرجاله. بصراحه قولوا كلمه الحق، قولوا كلمه الحق. انا مش هنلعبهم مع بعض تاني. والله ما هنلعبهم مع بعض تاني. ده الحل. انا شايفه ان انت هتلعب انت وكران لوحدكم، ما تلعبوش مع حد او معانا. كران اخش مع احنا لوحدي، ما مش مع بنتخانقش بعض. معاه الحمد لله. ابو شخه هتاخد من ايه من عيل يا ستي صغير؟ يا ستي هو متضايق. بره انا خدت له سكرينه قبل ما ينزل علشان انزله على صفحتي كده. اول عيل بالشخه بيهرب بس وبيغلط في اسياده. هو متضايق من، هو في مشكله بينه وبين عدويه. لو هو ما عرفش يطلع هو مش على حاجه، فرح. هو في مشكله. انا هطلع امه فرح. انا هطلعه لك تاني. هو في مشكله يا ستي. ما فيش انت ام جاسر، انت اختنا، ما تقوليش كده. اختك ايه يا عم؟ يحترمنا. في هو ما عيل هو بشخة زي هو ده بيتكلم على عدويه. هو شدد مع عدويه. ما يغلطش في حد عندي. لما عدويه يروح عنده ويغلط فيهم قصاد بعض، لكن لما حد يدخل عندي ويقدرني في لايفي ما يتغلطش. طبعا ناس كتير جدا دلوقتي مستغربة وهتسأل في الكومنتات وهتقول ايه اللي حصل وليه حصل كده ما بينهم هما الاتنين، رغم ان هما الاتنين بيحبوا بعض جدا وبالذات ام جاسر. وهل ده ليه علاقة بفرح كروان ولا لا؟ الحقيقة يا جماعة ليه علاقة فعلا بفرح كروان، واللي حصل ما بينهم هما الاتنين بسبب ان عدوية بن شعبان عبد الرحيم دخل يدعم ام جاسر لما كانت بتلعب مع كروان في اللايف. هما الاتنين كانوا بيلعبوا، ففي ناس بتدعم ام جاسر وفي ناس بتدعم كروان. فالعدوية راح رمى هدية على ام جاسر ودعمها، فكروان اتجنن وبدأ يخبط في كله بقى، في ام جاسر وفي عدوية وفي الداعمين وفي كله. فالمشكلة حصلت بسبب الدعم. هو انت ام جاسر فين وبس اتقل؟ طب فين وبس ايه؟ ام جاسر في حاجه بينك وبينها؟ لا مفيش حاجه بيني وبينها. بس الراجل ده دخل دعم في وشك لو هو بينكشك مثلا او بيهزر معاك. يطعم امبارح بيحكها في سفيان شغل الشحاته، داخل يطعم من سفيان. هو سفيان مستني منك دعم؟ هو سفيان هيعبرك انت بالنسبه له تشيكي؟ معلش انا اسف بقى. بقول لك ايه، انا رايح اقابل سفيان بعد بكره عشان جايب لي هديه. اسمع كلامي بقى. انت بتتكلم في حوار ام جاسر، افتكرتك بتتكلم عليها هي. لا حد مكسر كده. هي اخت محترمه ام جاسر، وام جاسر من الشخصيات المحترمه. بص هي شتمت هي ما شتمتش. ما تغلطش انت، ما تغلطش نفسك. انا ما اتشرفش ارد على حد هنا يا حبيبي. انت ما اوعى عيب. ام جاسر محترمه. لا انا ما اتشرفش ارد. انا ما بشتمش. يا بص ام جاسر يا كروان، هو انا هسيب لحد الكرسي؟ طب ما خلاص سبته مره اتنين، التالتة مش هيتساب. يا حبيبي التالتة انا قايت عليه. انت هتقدرني ومش هتقدرني. طيب هو عدويه لو بينكشك بيهزر معاك، انت ام جاسر مش حصار. انا قفلت الحوار ما بكمش سيرته. تاخر يدعم ليه؟ تاخر يرمي في وشي ليه؟ يا عم هو بيدعم عادي. يدعم ايه؟ يدعم اخوه اللي نصب عليا. اقفل المواضيع دي واقفل المشاكل دي وراضي ام جاسر، عشان ام جاسر طيبه وغلبانه. واي يا عم انا مالي ومالها، انا مش قصتي مع ام جاسر. فين ام جاسر يا جدعان بعد اذنكم؟ انور فينه؟ فين ام جاسر يا جدعان؟ هو يا ام جاسر انت بتحطي نفسك ليه يا حبيبي؟ هو مش بيوجه لك انت الكلام. معلش يا ام جاسر، انت مالك اصلا؟ انت اخت، انت مالك يا ام جاسر؟ حقك عليا وانا اسف. فانا بعتذر لك. الكروان اخوك ده انت كنت تعملي له فرح. هي مالعه يا حبيبي اصلا؟ بتحطي نفسك ليه؟ هو في مشكله تاتش يا ام جاسر. انا واحد بيطعم قلت له اطعم اخوك. دي حاجه تزعلك؟
ما ينفعش يبقى حد عندي وما ينفعش صحابي. يخش يطعم وانا في جوله. عادي يا انا ما كروان. بكلمش سيرتهم، أنا الناس عاوز واقعه كروان. واقعه وعاوزه تطلع على قفاك مش هطلعه. حل الدنيا بقى، حل الدنيا نحله، انتوا اخوات يدفع لكل نصب عليا. انت مالكش دعوه بقى ايه في دلوقتي ده مجاسر، حل مشكلتك مع مجاسر، انت ومجاسر اخوات. انا ما فيش حاجه مع ام كسر وتعالى ننفذ احكامنا اللي احنا عشان كنا محكومين. وكمل لعبك وقول لام جاسر انت اختي ومفيش حاجه ومفيش هي مشكلة. انا بحبها والله يا ام جاسر كروان اللي بيزعلني من كروان يا هو كريم مضغوط، إنه ما هو مضغوط والله، بيحترمنيش. هو مضغوط والله. ليه انا يا حبيبتي انا قلت لك ايه؟ ناس تصفى عليا، ناس تصفى عليا. خلاص ام جاسر هو مضغوط يا ام جاسر. متخيله ناس حراميه بتطعن. طب خلاص يا كروان. مجاسر كروان اخوك الصغير لا يا حبيبتي حقها عليا ام كسر اختي. عاوزه حاجه تانية. مجاسر قال لك حقك عليا، هو انا بقول لك حقك عليا كمان لو حصل اي سوء تفاهم. حقك عليا وانت كمان حقك عليا انت كمان. يا عم انت اخويا حقكم انتوا عليا يا عم. انت انا حقكم عليا كلكم. انا اسف ليكم لو حصل مشاكل بسببكم. قبلت اعتذاره. عداك يلا العيب يلا والله. يلا هات لنا رابع ونلعب يا كريم. العب اخر جوله عشان انا تعبان. لا انت قاعد في عينه تعبان أنا ايه؟ تعبان. انا لسه فاتح يا بابا. البنت كانت معايا في الجوله. مين مع مين؟ انا كنت معاك يا ام جاسر. اخوي كروان لا العب مع ضدي واخلي ام جاسر تاخد. ايوه انا هلعب مع توتي. ايه ضدي؟ ام جاسر انا لما جيت افصل الجوله احكمي يا ام جاسر. بدل ما افصل احكمي. الجوله نزلت. كروان الحكم الاولاني هتشد لسانك اللي عايز اقطعه ده وتعدلي من 1 ل 60. ممكن انت تكوني بتعملي كده، انا ما بعملش كده يا حبيبتي. ما تمشوش الموضوع بحساسيه، احكام والعب العب. بيلعب ايه احكام بقى؟ اديني احكامه. انا ما بعملش احكام يا حبيبتي. ايه ده؟ احنا قلنا احكام. بنعمل فتح فور التلاجة. فن يعني. انت يقول لي كلمه 10 مرات، يجيب ايش ازازه ميه، يجيب 5 حاجات ويجي. ان انت تبقى راضي عن اللي الراجل بتاع طبعا يالا. لا الراجل بتاع طبعا يلا اللي بيعملهم. خلاص بيرجعوا. ماليش دعوه. اعمل لا كريم، أنا هحترمك بعض مرة. ميوت. انا مش هحترمك تاني يا كريم، انت انا ما هحترمك تقوليش انا اللي مره. اعمل لما حوار. تطلع مع ناس مش مهزأة زي اللي بيتاخد ده هبقى اجي معاك. عليكم. السلام عليكم. شكرا يا ابن العبيطه. يلا ما ينفعش. مش تي اللي يترد عليها، مش تي ما استنطفش رد عليها، ما اشتمش حد. مش وربنا يعمل لها محضر معاهم وربي اللي عامل لك محضر وربي اللي عامل لك محضر. موتوا. بتقول لي اعمل حواجبي؟ هيموتوا. لا انت لو عندك خلاص حد كده. بيعمل حواجب انا ما خلاص. بعملهاش. هيموتوا. ايوه احنا نرد هيموتوا، احنا ما بنردش على نرد الكلام ده. بالاحترام على الناس. حصل احنا محترمين ما ينفعش محمد نرد. الله يعزك اخويا والله. هو ايه اللي حصل يا رنا؟ امي في تكبير المواضيع. كريم بصراحه احنا نخلي الجست ده، احنا نخلي لك الجست ده. ام جاسر غلطت المره دي. ام جاسر غلطت المره دي. خلاص ام جاسر غلطت المره بصي دي. بصي يا كريم ام جاسر هيصور. المره دي هي اللي غلطت. ارحب يا مهند. لا، ام جاسر غلطت المره دي. قالت له تعمل حواجبك. كريم ممكن اطلب منك طلب؟ ارجع كده على الكرسي. انا مخنوق. انا لا ارجع على الكرسي. ارجع على الكرسي غمض المره دي ام جاسر هي اللي غلطت. خلاص يا هي كريم. قالت له روح اعمل حواجبك. والفرق بينه وبين يعني هو راجل وجوزها راجل. انا تعبت. ام جاسر هي اللي غلطت المره دي. هقول كلمه الحق، ام جاسر هي اللي غلطت. قالت له انا عامله حواجبي عقبال ما تعملها. راح قال لها لا جوزك اللي يعملها. هو ما غلطش. ما هو يعني هو راجل وجوزها راجل، هم دي الرجاله. بصراحه قولوا كلمه الحق. قولوا كلمه الحق. انا مش هنلعبهم مع بعض تاني. والله ما هنلعبهم مع بعض تاني. ده الحل. انا شايفه ان انت تلعب انت وكروان لوحدكم، ما تلعبوش مع حد او معانا. كروان اخش مع إحنا لوحدي، ما هخش مع بنتخانقش لوحدي. معاه الحمد لله. لا بس الكرون لما بيخش معانا الصراحه ما بيعملش حاجه. كريم بقول لك ما تدخلوش بقى مع ناس تانية. بص انا عاوز اقول لكم حاجه. هنا التيك توك هنا ما حدش فيه جدع. التيك توك ده كله بيخل من بعض وما حدش جدع فيه. ما حدش جدع فيه وربي ما في حد جدع فيه ولا حد بيحبني فيه. اقسم بالله كله بيموت مني. احيركم كلكم ولسه هوريكم الاحرى الصح. ولسه عشان هنا في ناس بتحبني. لو كل واحد صنفها بصانع محتوى، انا صناعه محتوى كوميدي ايا كان بقى. الكوميدي بيضحك ما بيضحكش، فانا داخله هنا على اساس ان انا اطلع منه ان انا امثل. فلما ما ربنا ما وفقنيش في التمثيل، لان كل حاجه ربنا مقدرها اقدار، فعادي ما زعلتش. فكل واحد ليه صانع محتوى. ده بقى محتوى ايه؟ ده طالع يسوقها علينا. تكبيس وشير يا شباب. عايش ولا بتوع ريتش ولا بتوع بتاع. احنا بالصلاه على النبي. ادي 1 2 3 وانت يا هيصه عايزين توك توك.
نكتك نفتح محل ناكل منه عيش وخلاص ونقفل البرنامج ده. البرنامج المكمكم اللي انا بقالي 7 سنين هنا بقى يورد عليا اشكال والوان بتتغير. انا عايز افتح كشك سجاير ابيع بس كده ايه، جبنه نستون، بامبرز، علب سجاير وخلاص. والله العظيم ما تشوفوا وشي هنا. يا قلبي يا دندن وحشتيني، واقفلها. اي نعم هفتح لكم لايف من المحل وكل حاجه، بس هبقى بقى ايه، ببيع وبشتري حاجات بقى بالحلال وقاعده كده ست رايقه كده. مش برنامج اتملى. والله بقى مليان، بقى ايه، بقى يرمي علينا، بقى بيرمي علينا. اللي يغلط فيا انا موافق، لو كرام غلط فيا لا جوز انا ما المجاسر. غلطتش فيك يا كريم. اللي طب غلط يا فيا كريم. انا خدامكم. انت جبت بص يا كريم بيطبل ازاي. انت جبت الست انت شطرت اخونا. لا انا جبتك انت تصالحها صالحتها بس خلت هي بدأت فيا. تدم. قلت حاجه؟ بتنكشك. لا مش ركشتي قلبي يا بني السيد. تكبسها يا نايمين. كويس. ها ده يا جماعه تكبسها يا شباب اصلا. كويس. بيراد اخوهم ارحب يا شريف، ارحب مع بعض يلا مع شيل- بعض شيل- مع شيل. بعض بيطبطبوا على اخوهم. مع بعض. ما تنوي، انت بتقول انت بتستسد. من الواضح كده يا جماعة ان كروان يعني هيحصل له مشاكل كتير جدا الفترة اللي جاية، والموضوع مش هيبقى على خير يعني ده اللي الواحد شايفه، وده اللي الواحد متابعه الفترة دي. حاجات كتير بتحصل لكروان، يعني ما تفهموش ليه. يعني لو حد يعرف ليه اكتبوا في التعليقات. شكرا جدا لمتابعتكم يا جماعة دايما.